اول مرة في المعركة يطلبني انا. الكلام ده كان يوم 7 مساء. انا عاوزك تحط لي خطة انسحاب. اول قرار تصور رئيس الاركان ما يخشش من الاول في اي واجب ويجي دلوقتي يقول له انا عاوز خطة انسحاب. قلت له حاضر. قال لي بس انا عاوزها بسرعة. قلت له يعني قد ايه؟ بكره الصبح؟ قال لي لا، بعد ربع ساعة. ربع ساعة اتخذ تاني شوية، لكن رحت للقاضي ولواء تاني اسمه تهامي مساعد القاضي، وقعدنا. المشير مكلفني بكذا وكذا وكذا وعاوز حاجة سريعة ونديله فكرنا والسلام. اكتب يا تهامي رأيك ايه يا قاضي؟ قال لي والله الخط كذا، وقعدنا نتكلم الخط كذا والخط كذا. طيب ده ياخد وقت قد ايه؟ ده ياخد وقت قد ايه؟ انتهت المسألة بان احنا ايه، نرجع القوة كلها في 3 ايام ب4 ليالي. وكتبنا الكلام ده في حتة ورقة ودخلنا له احنا الثلاثة، مش واحد، مش انا بس، احنا الثلاثة. واقف على المكتب، واقف وحاطط رجله على الكرسي وحاطط ايده على ساند دماغه على ركبته. قال خلصتم؟ قلنا له اه خلصت. طب قول يا فوزي. قلت له تسمح تهامي يقرا الورقه اللي احنا كتبناها؟ قال لي اتفضل. فتهامي قعد يقرا: تنسحب القوات الى الخط كذا يوم -4، ثم تنسحب القوات بالتبادل مع الفرقه كذا والفرقه كذا الى الخط كذا. يعني معناها هنعمل ايه؟ شيء وقائي. قوات تنسحب وقوات تغطيها، قوات تنسحب، اللي غطى ينسحب، ثم قوات تغطيها، وليالي متتالية لغاية غرب القاهرة، غرب القناة، تاخد 4 ايام، 3 ايام ب4 ليالي. بورقة صغيرة كده اللي هو تهامي قاعد يقراها على ان ده فكر الثلاثة، انا والقاضي والتهامي. قام بص كده، هز دماغه وقال لي ايه 4 ليالي يا فوزي؟ انا اديت امر الانسحاب خلاص. كانت مفاجأة لنا. الكلام ده يوم 7. طلع انه ادى امر الانسحاب للعريش وكتب رسالة مفتوحة للجماعة بتوع شرم الشيخ: تنسحب الجنود التشكيلات بأسلحتها الخفيفة إلى غرب القناة في ليلة واحدة. كيف يتم هذا عمليا؟ شغلانة محدش يقدر يتحملها. أنا اديت أمر الانسحاب خلاص وما قالش لمين. تحريات أنا بعد كده عرفت إنه كلم العريش وادى لعثمان نصار قائد الفرقة الثالثة في العريش. عثمان نصار ما اداش تعليمات بهذا الكلام بانسحاب، انما نفذ بمجموعته، راح راكب العربيات وجاي على غرب القناة. القوات شافت كده، ابتدت الهرجلة تنفذ الكلام اللي عمله قائد الفرقة عثمان نصار. القوات فاتت على مرتجي وراح له ضابط بوليس حربي موجود: انت بتعمل ايه يا فندم هنا؟ ده القوات بتنسحب. بأوامر ايه؟ فمرتجي ما خدش اوامر، ما كلموش، ده هو القائد الكبير اللي موجود. فانسحب راخر. ومرتجي بيعترف هذا بكلامه وبيقول انا ما جاليش كلمنيش المشير، ومتفقين مع المشير في اخر محادثه له بان احنا ندافع في الخط الفلاني ونعمل تحركات كذا وكذا وكذا. المهم بقى ان قرار الانسحاب هذا اولا خدوا المشير واصدروا يوم مساء يوم 6. كانت المعركة فاتت عليها 24 ساعة. بس الحاجة اللي كانت ملفتة للنظر ان القوات الجوية هي اللي انضربت فقط.
وجه الاعتقاد اللي قلت لك عليه بان هو القوات ما تحاربش من غير غطاء جوي، وتعززت له بيه كلام من القادة وهو اقتنع بها، فإدى هذا الأمر المميت يوم 6 بعد الظهر، والقوات نفذته في 24 ساعة لغاية يوم 7. جه يوم 7 بيقول لي كلام غريب مخالف للكلام الأولاني، فأنا استنتجت في إن في كلام حصل بينه وبين الرئيس، والرئيس قال له الكلام ده غلط. طيب المضايق فين؟ قال له طيب حاجة زي كده، فكلف فوزي يروح يوقف الفرقة الرابعة في المضايق. قمت أنا يوم 8 الصبح إلى الإسماعيلية، لقيت مرتجي ولقيت أحمد إسماعيل ولقيت قائد القوات الجوية الشرقية اللي موجود، فبقول لهم الرمل. قال له انت متأخر، انت مين اللي قال الكلام ده؟ قلت له مشير. مش عاجبك يا مرتجي؟ قال ما الفرقة الرابعة انسحبت. الفرقة الرابعة ايه؟ مين في مضايق؟ قلت له ده انا اكدت عليه في ان الذيل الاداري بتاع الفرقة الرابعة انا فت الصبح ستيب وجبته رجحته تاني الى الاسماعيلية. يا مرتجي يستحسن انك انت مدام بتعارضني بالشكل ده وانا جاي بمهمة عاوز انفذها، انت كلم المشير. مسك التليفون من الاسماعيلية مش من موقعه في سينا، وكلم المشير قال له فوزي جالي وبيقول عاوز كذا وكذا وكذا وكذا. قال له طيب والموقف ايه عنده؟ قال له الفرقة الرابعة انسحبت. قال له طيب خلاص قول لي فوزي يلغي المهمة بتاعته عليا. ما كلمنيش هو، قال لي المرتجي اللي يقول لي انا. ورجعت وانا راجع في السكة شفت شوية مناظر دللت لي على الانهيارات المعنوية لقواتنا اللي هي رجعت من سينا، شفتها بعناية انا، اثرت فيا في قراراتي بعد كده يعني. انهيار. انا مش عاوز اسيب النقطة دي من غير ما احكي عنها بعض حقائق هتخليكم تقربوا من الصورة الواقعية اللي انا شفتها. معركة 67 لم تتم مواجهة مع القوات الإسرائيلية، إنما اللي حصل المواجهة بس الناس اللي موجودين في رفح والشيخ زويد فقط، وهي الفرقة السبعة قيادة عبد العزيز سليمان الذي استشهد في هذا الكلام. استشهد في الحتة دي، هي حاجة بتاعت 1200 ما بين فلسطين، بين غزة وبين رفح. أعضاء من الفرقة 7، أجزاء من الفرقة 7، 1200 واحد. إحنا خسرنا في المعركة دي 11,000 وكسر. باقي الناس اللي خسرناهم دول راحوا من قرار الانسحاب وليس من المواجهة مع إسرائيل. المنظر اللي أنا قلت لكم قبل كده جسم عريض داخل في 3 أبواب، متلة والختمية والشمالي، 3 أبواب، وهي حجم قد كده اهو. دبابة واحدة تنضرب في مضيق متلة بتوقف المضيق ده طوله 17 كيلو. ولذلك الحل اللي كان موجود لدى الجنود تصرفات شخصية، اتحللت الوحدات، القائد ابتعد عن جنوده فبقت تصرفات شخصية. خد بندقيته الأول ومشي، لقى عربية ما لقاش يبقى ماشي على رجليه. المهازل حصلت في ذلك الوقت، ولذلك الطيران اشتغل شغل كويس في هذا الانسحاب في قلب المضايق، الأمر اللي بيها خسرنا العدد الكبير ده كله، بينما المواجهة مع العدو ما تمتش إلا الحاجة 1200 بني آدم. الدرس الثاني اللي موجود في كلمة ايه، الحاجة اللي جت في مخ المشير: لا معركة برية من غير غطاء جوي.
الظروف خلتني بعد كده، بعد ما احتكيت بالعدو ودخلنا في حرب الاستنزاف، وفي يناير سنة 70 عملنا عملية جريئة ضد دوريتين كبار للعدو في الناحية الشرقية. الأمر اللي خلاه عاوز ينتقم. أنا بقول الرواية دي خارج الدرس بتاعنا، لكن عشان أبين لكم الكلمة الخطأ اللي جت في مخ المشير اللي نتج وراها كلمة انسحاب خاطئ مميت. جه العدو وركز بقوة جوية كبيرة وألقى حوالي 2 قنبلة ذرية على حتة مسميها أنا رقبة الوزة، اللي هي بين الكاب وبين الأنطرة، حتة رفيعة، قناة السويس، الطريق المعاهدة، أرض شريط قد كده اهو، ثم ترعة الحلوة اللي بتودي المية لبورسعيد. فالقوات اللي هنا كانت عبارة عن كتيبتين صاعقة، ما نقدرش نعمل حفر خنادق منتظمة زي الخنادق اللي بتتم في الصحراء. فالجنود عاملين فوكس هولز، حفرة زي الثعلب، وكل واحد في قلب حفرة. 2 قنبلة ذرية انضربت على هذا الموقع اللي هو طوله من الكاب لغاية الأنطرة، شغلانة بتاعت 20 كيلو. قصد حضرتك 2 قنبلة ذرية يعني بما قوة؟ أيوة الديناميت يساوي 2 قنبلة ذرية على هذه الموقع. خسر مني عسكري واحد فقط، أخطأ ومستعجل على الأجازة بتاعته، وطلع من الحفرة بتاعته عشان يلحق الأتوبيس اللي موجود في صال حجر في قلب بره الأرض. جبت المثل ده ليه؟ عشان أثبت لكم إن الأرض مانع طبيعي ضد القنبلة الذرية. فيعني أطلع بالاستنتاج، عاوز أقول أثبت بإن كلمة القوات البرية تحارب من غير غطاء جوي كان ممكن. أقله مش حرب هجومية ولا حرب حماية لنفسها، وتاخد الخطوات بالمناورة ليلا والتحركات ليلا، بس تستخدم الأرض. المهم ضد الطيران، لأن احنا ما عندناش ولا طيارة. قرار الانسحاب قرار خاطئ أدى إلى تفكك وانهيار القوات البرية. الحاجة التانية، ضربة الجوية يوم 5/6 أفقدتنا 85% من قواتنا الجوية، طائرات دون طائرين. فطلعنا بالمعركة بطيارين، مفيش طائرات. وعشان كده الإنقاذ اللي جالنا بكلام من موسكو، كلمت بوميديان في الجزائر، ادانا ال40 طيارة، طيارين مصريين موجودين، جابوا ال40 طيارة واشتغلنا بيهم ميج 17، وتعوضوا هم وخدوا بدلهم ميج 21. شغلانة كده انكشفت بعدين. يعني القوة الضاربة الجوية لمصر المتمثلة في 51 سخوي 9 كانت يوم 5/6 في مخازنها مفككة. الخبر ده اللي انا بقى بقوله في اخر القصة، لو كانت قال للرئيس جمال عبد الناصر يوم 14 مايو سنة 67 لأبطل جميع الإجراءات اللي ممكن تحصل. القوة الجوية الضاربة في القوات المصرية محطوطة في مخازنها مفككة. أستاذ حضرتك في ملاحظة هنا برضه من قبيل التوثيق ودقة ضبط المعلومات. هنا مشير عامر الاعتبارات حضرتك قلتها وغيرها كان راغب في الحرب، وبالعكس ادى امر انذاري بالاستعداد للهجوم. في اللي حضرتك قلت دلوقتي 3 حاجات محورية. الحاجة الأولى اللي استمع إليه الرئيس عبد الناصر في الاجتماعات ال3 اللي هو كان مستمع فقط،
واللي بلغ حد المأساة يوم 29 أكيد المشير يعرف، أو ده انطباع أن المشير على الأقل يعلم بذلك، فكيف يخطط لهجوم وده حال قواته؟ نمرة 2، الاستطلاع لم يتم زي ما حضرتك قلت إلا يوم 3. القائد اللي بيخطط لحرب مش الطبيعي إنه يعمل بدل دي نيته ورغبته، وأنا عارف إنه كان صادق فيها وداخل في مباراة مع عبد الناصر، لا لازم نضرب إسرائيل. الحاجة الثالثة بقى حاجة بتقولها دلوقتي اللي هي أكيد مش خافية على المشير، القوة الضربة دي السخوي 9 اللي ما زالت في الكراتين بتاعتها، في ضوء كل ده ازاي كان المشير بيخطط لحرب؟ سهل الإجابات كلها. أنا عايش في الصورة لكل أسئلتك كنت محق فيها. نمرة 1 اللي هتغطي على معظم الأسئلة، المشير عبد الحكيم عامر في آخر أيامه لم يكن متفرغا تمام التفرغ لمهمته الأساسية في القوات المسلحة، في إنه داخل على عملية ضد إسرائيل. وبفصل هنا ما بين عدم تفرغه وبين رغبته في تدمير إسرائيل، بفصل دي حاجة ودي حاجة. تدمير ولا الهجوم؟ يعني الهجوم على إسرائيل. أي نمرة 2 عدم تفرغه ما اداش تشجيع، ما ابرزتش الحقيقة اللي موجودة من ناحية ايه سيطرته ولا قيادته على الأسلحة الرئيسية، على مثلا القوات الجوية. ما صدقي محمود اهو شغال. المعلومة اللي انا بقول عليها دي معلومة واحد باكي يجي يقول يوم 14/5 يوم ما المشير قاعد على الترابيزة وانا كنت موجود وكتبت امر العمليات الخاص برفع درجات الاستعداد وبالتعبئة، ما وقفش واحد منهم اللي هو بالذات صدقي محمود. انا متأسف يا فندم، انا ما اقدرش حاجة. ليه؟ القوة الضاربة بتاعتي غير متوفرة، غير موجودة. زي ما قالت بعض حاجات اخف منها بكثير، زي كلمة اليومية بتاعت الصلاحية بتاعت المعدات بتاعت القوات الجوية، كذا صالح كذا صالح عمرة كذا مش عارف ايه كذا ايه، حاجات ايه 3 ايام وتتصلح 4 ايام وتتصلح. عرضت دي تعرض ويحصل فيها كلام ويحصل فيها جهود عشان تصلح، والاصل اللي موجود في المخزن 51 القوة الضاربة. القوة الضاربة لا تتصور السخوي 9 الفرق منها قوة قاذفة مقاتلة بالحمل الكبير والسرعة اللي تتوفر فيها السخوي في انها تأثر ازاي في اسرائيل، مش موجودة. تلغي الحرب يوم ما امر الحشد يتم في مصر عشان التهديد اللي حصل سنة 59. اتسأل شمس بدران عن قوة جوية، شمس بدران ما عرفش يرد من الرئيس في دمشق، حتى اللي انا كنت برويها دلوقتي. شمس بدران راح جايب نوح، الموقف ايه يا نوح؟ تعالى لي. راح له قال له احنا دلوقتي ما احناش واقفين على رجلينا، الطيارات القديمة خدنا الطيارين بتاعتها وحطيناها على الطيارات الروسي الجديدة، ولسه بنأهل نحط طيارين على القديمة. فاحنا يعني ايه ما بين زي ما تقول ايه واحد عمال بيرقص على السلم، ما طل مش متمكن من القديم ومش متمكن من الجديد. الكلمة دي اتنقلت للرئيس عبد الناصر، الرئيس عبد الناصر لغى الإجراءات العملية لإتمام التظاهر اللي كان عاوزه، واكتفى بالجرايد واكتفى بالكلام الشفوي اللي هو وصل لإسرائيل ونجحت ناريا. حظ مصر كويس. الكلام اللي اندهش منه الرئيس عبد الناصر التسليح ناقص، الأجهزة اللاسلكية مش عارف ايه، مش عارف تدريب مش عارف ايه، كان برضه مفاجأة للمشير عبد الحكيم عامر.
إذ أن التقارير اللي كانت بتوصل له كلها تقارير خداعية. تمام يا فندم، ضرب النار بالجنود كويسة، كل حاجة كويسة، ما كانش في حد بيقرأ مزاجه في انه يقول له الحقائق ابدا. وبعدين ما تاخذنيش، الطقم اللي موجود طقم ما كانش واضح، توضح ليا بالمرور، مرور جيد لما قلت لك عليها سنة 66، وفضحت الدنيا اللي موجودة في المحور الأساسي بتاع العمليات العسكرية لمصر اللي هو سيناء. والورق كله كما زي ما رحت زي ما انا جيت، مفيش حاجة تمت، مفيش حاجة تمت حقيقة. واحد يقول لي امنعك من دخول القوات الجوية، والتاني ما عملش، والتاني يعني الصراحة ما كانتش. الحاجة التانية ان ما كانش في ذلك الوقت بني ادم موجود في القوات المسلحة يقدر يعارض المشير، يقدر يناقش المشير مناقشة جدية لصالح البلد. مفيش. الانطباع اللي اتوجد عند الجنود، الانطباع اللي اتوجد عند التشكيلات والضباط، كلمة المشير هي الكلمة الوحيدة اللي تتنفذ. لو رحت انا لحد واقول له حاجة يقول لي عاوز امر المشير. الدرجة اللي بالشكل ده ما اعتقدش فيها فايدة ابدا. يعني كما لو كان القوات المسلحة هي عبارة عن فرد المشير فقط. كن القوات الجوية ما تؤديش الواجب الحقيقي اللي موجود للقوات المسلحة عموما بكلمة طلعة استطلاع حقيقية سليمة، صورة سليمة تيجي عن الجبهة، مفيش. السوفيت ما كانوش بيدونا في الوقت ده صور استطلاع؟ السوفيت لا، السوفيت ادونا الواجب ده بعد 67 وبناء عن طلبنا. اتغير الموقف خالص. من ضمن الخداع بتاع اسرائيل اللي صدقوا المشير ان الهجوم على المحور الجنوبي يعني معناها التركيز اسرائيل على خليج العقبة، والفرق بين الكونتيلا وخليج العقبة يعتبر واحد. الامر اللي خلى فيه تأثير على القوات البحرية في ان نقلت الجزء الاكبر من قوتها الصالحة الى البحر الاحمر. هنا بقى البعد الاستراتيجي اللي موجود، والبحر الاحمر ما فيهوش قواعد بحرية. يعني ايه قواعد بحرية؟ قاعدة السويس فقط، وما فيهاش المؤهلات الفنية بتاعت الإصلاح والتعمير زي اسكندرية. الأمر اللي بعد ما انغلقت قناة السويس الجزء الأكبر بتاع البحرية بتاعنا أصبح موجود في البحر الأحمر، اللي ما فيهوش استعدادات الصيانة والإصلاح. وكل من البحرية والجوية بتعتمد أساسا على النواحي الإصلاحات والتعمير أكثر من القوات البرية. فيعني كان خطأ سابق لأوانه زيادة في القوات البحرية تروح البحر الأحمر تعمل إيه. بس هو جه نتيجة الخطأ اللي موجود في إن الهجوم هيجي على المحور الجنوبي، والمحور الجنوبي معناه من وجهة نظر البحرية الخليج العقبة. وعشان كده كل من الطيران والبحرية ركزوا على الحتة دي بالذات، فالقوة البحرية الأكبر راحت البحر الأحمر وانزلقت بعد قفل خليج بعد قناة السويس. الحاجة الثانية مطار غردقة يتفتح لأول مرة في المناسبة بتاعة الحشد والتعبئة. يعني ما كانش مستخدم وسط القوات الجوية ولا في قوات جوية إلا بعد الحشد والتعبئة ما تمت بعد 14/5. وده قصور من الناحية دي، علما بأن مطار الغردقة يعتبر مطار مواجهة مش مطار عمق. بالتالي النهاردة ركزنا المعركة بالمواجهة، رفح والقطاع فقط، الدفاع سيء، 5 فرق مشاة والجملة 6. ال5 فرق مشاة ما حاربوش
وفرقة واحدة السابعة هي اللي كانت موجودة في رفح. قوات شرم الشيخ راحت وفيها لواء مظلات ما عندناش غيره، كان محطوط في احتياطي القائد العام، ما يشتغلش الا بأوامر منه، وفي اخر لحظة، لحظات حرجة، كلمة احتياطي دي دفعوا ووداه شرم الشيخ. كانه قاعد هناك ما حاربش، ورجع في اول امر انسحاب تم يوم 6 من غير ما يشوفوا العدو، وخدوا الحتة الكبيرة دي في الانسحاب لواء مظلات.